الخمس حاجات اللي تم استهدافها في الغارات، وتم الغارات استمرت لفتره، يعني ما كانوا فوق الهدف لفتره، بيطلعوا ويشتغلوا وينزلوا ويطلعوا ويشتغلوا وينزلوا لغايه لما الطلعات كلها انهت الاهداف بتاعتها بحسب المهمه والمخطط لها. هل هنا الطائرات بتطير على ارتفاع عالي ولا ارتفاع منخفض ممكن يعني ما حب. طيب هو مش المفروض اقول قوي كده، لكن هي بتطير الاول على ارتفاع عالي، ثم عند تصل عند الهدف فتبقى على ارتفاعات واطيه تقدر تقذف او تلقي بالحملات بتاعتها، وبعدين بتطلع تاني طلع وتنزل تاني مره ثانيه. دي مهاره الطيار بقى طبعا. بالظبط. يعني هو باستمرار بيبقى الاغاره على ارتفاع واطي وبيضرب، وبعدين بيروح طالع ويرجع تاني يلف ويرجع تاني على نفس الهدف او هدف اخر اذا كان مطلوب عليه، لغايه لما يخلص الذخيره اللي معاه او الصواريخ اللي معاه او المهمه المطلوبه قصفها. وفي طيارات تانية شغاله في نفس الوقت بالتوازي معاه في اهداف ثانيه. القتلى، وهل في حد مهم اتقتل؟ ده النقطه دي مهمه قوي الحقيقه. الزعيم المجموعه اللي كانت بتذبح واحد اسمه القعقاع ابن عمر. ده زي القعقاع ابن عمرو بتاع زمان. وده اللي كان الوحيد اللي لابس كاكي، كان كلهم لابسين اسود ما عدا واحد في النص اللي هو كان بيخطب بالانجليزي وبيشاور بالسكينه. ده القعقاع ابن عمر. لكن نسيته ايه؟ يعني اللكنه برضو مش. لا اعتقد انه ليبي كان اقام في الخارج حسب المعلومات. ده الراجل ده حسب بس عايزين نتاكد منها، يعني لا يزال جاري التاكيد المعلومه، عشان بس قيل انه قتل في هذه الغارات. اللي هو زعيم، يعني الزعيم اللي كان واقف فيه، لو نجيب صورته يا جماعه، الوحيد اللي لابس كاكي، اللي هو اللي في المنتصف. المنتصف الوحيد اللي لابس كاكي مموه، والباقي كله لابس اسود. اللي كان بيتكلم هو ده. طبعا هو كان، احنا لو كنا ملاحظين احنا لاحظنا ان هو كان لابس الساعه في الشمال وساعه واضح انها ساعه غاليه بالظبط كده. فده طبعا دليل برضو على انه بالظبط كده ساعه في الشمال والساعه غاليه، ويعني ده يعني ده دليل ان هم مرتزقه الحقيقه. طبعا. مش هو عموما ده زعيمهم، وده الوحيد اللي كان لابس لبس متغير، وده هو ده الاسم اللي انا قلته، القعقاع بن عمرو. وقيل انه قتل في هذه الغارات وجاري التحقق منها. ايضا في عائلتين الحقيقه، واحد عائله اسمها المنصوري وعائله اسمها الشاعري. العائلتين دول من قيادات داعش في ليبيا، إضافة إلى عائلة اسمها عائلة الظني. والعائلات دي لها بيوت عليها مواسير دفاع جوي. يعني في عائلة الشاعري ده كان فوق سطح البيت في مدفع رباعي مواسير 23 مللي. فيعني واضح ان هم خايفين على الناس اللي موجودين، فعلشان لابد ان لو حصل اي غاره ولا حاجه او هجمه جويه، وبالتالي يقدروا يبقى في دفاع جوي فوق المبنى ده اتضرب، والمدافع المضاده للطيران دي برضه اتضربت. ده الكلام ده تكرر ايضا على بيت المنصوري. البيت المنصوري وبيت الشعري. عائله الظني موجوده بعناصرها، ويقال ان بعض من عناصرها نفذ الحكم اللي تم ده او الذبح اللي تم ده. كان هناك عناصر ايضا من عائله الظني، والعائله دي معروفه باجرامها ومعروفه بانها راديكاليه متطرفه جدا، وتؤمن بالعنف وتؤمن بالقوه وتؤمن بعمليات الدم الى اخره. الجزيره بتتكلم على قتل مدنيين، والحرب ممكن يكون يموت فيها مدنيين. لا احنا موتنا مدنيين. انت بتسالي السؤال ده؟ موتنا مدنيين. لا طبعا موتنا مدنيين. عارفه بس مين مدنيين؟ دول مدنيين لكن دول مش عسكريين، لان العسكريه اشرف بكثير ان دول ينتموا اليها. دول مدنيين ارهابيين تابعين لتنظيم داعش. ايوه نعم حصل، لان دول مش عسكريين، دول مش ضباط ولا جنود، دول مرتزقه ارهابيين قتله مجرمين ذبحوا بدم بارد ناس لا علاقه لها، لا اذاه ولا جنبه. نعم هو مدني وقتل لانه يجب ان يقتل، لان هو بدا بالقتل وبدا بالعنف. هل لما اتفرجت على الفيديو بالامس لفت انتباهك اشياء معينه، يعني تحليلك الامني وانت بتبص عليه؟ بصي انا يعني الناس دي لا عندها قلب ولا عندها عقل ولا عندها دين. هو دين الاسلام بيقول كده؟ يعني شيء انا مش فاهم، لا رحمه ولا بني ادم. ده مش بني ادمين، دي وحوش. نقدر نقول انخلع من قلبهم
الحب والعطف والحنان. ازاي في انسانيه ان انت تمسك واحد بهذا الوضع ومكتفه يعني شيء الحقيقه قميء. يعني انا بتنرفز الحقيقه، مش عايز اتكلم في هذا الموضوع لان الفيلم الحقيقه اثار كل بس الناس. امنيا يعني هل لفت انتباهك اشياء معينه مثلا في الطريقه اللي دخلوا بيها؟ بص هم منقيين طبعا منقيين ناس اجسامها كبيره قوي. يعني هم عشان يبقى في فارق في الطول زي ما انت شايفه، هو محاوله ادخال الرعب. ايوه بالظبط، اجسام كبيره وناس طوال، التانيين يبانوا جنبهم قصيرين وصغيرين. طبعا الناس دي عيني ده كانت بتاكل ولا بتشرب خاسين، شوف الطول قد ايه وده الدور قد ايه وجسم ده قد ايه وجسم قد ايه. فهم بيحاولوا ان هم استعراض، دي طبعا واضحه تماما. كل الاجسام كبيره، كلهم طوال، والتانيين يا عيني متسقين. طبعا شوف يعني منظر الحقيقه ما يقول حضرتك بيحرق الدم الحقيقه يعني. لكن الحقيقه رباطه الجأش للمصريين يعني كان في رباطه جأش. انزل على ركبك، نزل على ركبه، مفيش انهيار، ولا حد بيصوت ولا حد بيصرخ ولا حد رباطه جأش يعني ماتوا رجالا بالظبط. انا معاكي تماما، انا معاكي طبعا تماما. التصوير وتكنيك التصوير يعني حتى كواليتي والسلو موشن اللي منزلينه، يعني كل شيء. انا اعتقد ان ده ما تمش خلال يومين 3 اللي فاتوا. لا ما عشان كده ده بالظبط يعني ده تم فتره، انا اعتقد من فتره وتم بقى الفيلم ده اتاخد والترجمه عليه بالظبط والمونتاج والترجمه وتتظبط بحيث يطلع انا اعتقد ده تم في تقديري الشخصي مش اقل من اسبوعين قبل كده. في حدود اسبوعين بيحتاج وقت الموضوع ده على ما يعني قيل ان هو يعني في تكنيك، يعني في 3-4 كاميرات يمكن 7 كاميرات. ده صحيح. زائد ان الطيار الاردني ايضا رحم الله الشهيد الاردني برضو كان قتل قبلها بفتره. يعني هو بيحتاج ما بين 10 ل 15 يوم بين عمليه التنفيذ وبين اطلاق الفيلم للاعلام. فده واضح انه بقى له اسبوعين. يعني كان في قلق بالامس من يعني المصريين كانوا يعني مرتبكين، عايزين عمليه عسكريه وفي نفس الوقت قلق من الانجرار لعمل عسكري. ذكرى اليمن تبقى ذكرى أليمة في وجدان الشعب المصري. ازاي نقدر نقوم بعمليه عسكريه وفي نفس الوقت ما ننجرش لمعركه مش عايزينها؟ هو فرق كبير الحقيقه بين موضوع اليمن وبين موضوع ليبيا الحالي. وايضا في ناس تقول لك ايه الفرق كبير ايضا. انا اعتقد كده ما بين ما يحدث في العراق وسوريا وما يحدث في ليبيا، ده داعش وده داعش، لكن الموضوع مختلف. اليمن احنا نزلنا بقوات بريه كميات كبيره بشكل يعني كان في ذلك الوقت حتى زياده عن حجمه شويه، وحصل خسائر بشريه كثيره خلال العمليات اللي تمت. هنا احنا بنتكلم على موضوع مختلف، مفيش قوات بريه على الاطلاق.